لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين المباركين. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصف الله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه بأولي الألباب، بأصحاب الهداية أولا، وبأولي الألباب بأنهم من أولي الألباب. قال وأولئك هم أولو الألباب. وصفهم بأولي الألباب لأن العقل الصافي هو الذي يفرز بين الغث والسمين، وإذا رأى أين الحسن بحث عن الأحسن، فهم يختارون الأحسن لا الحسن فقط. قال تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، في نفس السورة، في سورة الزمر، الآيات التي ذكرناها سابقا 17 و18 في الزمر. انزل 55 تجد واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. إن النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم من الدين. الدين النصيحة، الدين النصيحة. ولذلك أولي الألباب أو أولو الألباب هم الذين يتبعون النصائح. في هذا الزمان تأتي وتنصح أحد من الناس، جرب أنصح واحد من الناس، أو انصح امرأة، أو انصح كذا، انصح، جرب، سيقلبون عليك الطاولة، بل تصبح أنت المقصر، وأنت الذي بك، وأنت الذي عليك. لماذا؟ لأنك فقط نصحتهم. إن كنت من أولي الألباب أنت ستقبل النصيحة، وأن لا تأخذها بشكل خاص وتطبق عليها عقدك النفسية وأمراضك الداخلية وأمراض قلبك على تلك النصيحة. نصحني لأنه يكيد لي، نصحني لأنه يغار مني، نصحني لأنه دائما تجعل الناصح فيه سوء، دائما ما تجعل الناصح فيه كبر، دائما ما تجعل الناصح فيه وبي وعليه. ثم أنت تذهب وتنصح الناس، ولو نصحت نفسك لكان خير. ثم إذا أتتك نصيحة تقول للذي أمامك انصح نفسك أولا، بينما أنت الذي يجب عليك أن تنصح نفسك أولا. فأنت تنقي حتى الناصح وتقول هذا ينصح وهذا لا ينصح. نعم، هناك من يحق لهم أن ينصحوا وهناك من لا يحق لهم أن ينصحوا، وسيأتي شروط النصيحة معنا إن شاء الله. فالنصيحة قد تبني أمما وأجيالا وإسلاما. الإسلام قائم، إنما لمعرفة حقيقة هذا الإسلام لابد من النصائح والنصيحة. النصيحة قد تدل بها إنسانا على الخير، قد يهتدى بفضل الله بعد أن سخر تلك النصيحة من أجل تلك النصيحة التي أنت نصحتها، قد يكون سببا في هداية قلب عبد غافل،
قد تكن سببا في عفة امرأة بسبب نصيحة واحدة قلتها، بسبب كلمة واحدة قلتها. قد تكسر قلب عاص فيصبح من أهل التقوى وأهل الإيمان. لماذا؟ بسبب نصيحة عرفت كيف تنصح بها. وإن المقام لا يتسع لذكر القصص الكثيرة في أهل العلم والسلف الصالح وفي العلماء وفي البشر وفي العوام وفي كثير من الناس الذين اهتدوا بسبب نصيحة واحدة، وهناك من اهتدى بسبب كلمة واحدة. فلا تحقرن من المعروف شيئا. رب كلمة قد تقولها تكون سببا في بيت مسلم وفي بناء علماء. رب كلمة صالحة واحدة تقولها تكون سببا في أن تكون أنت أولا من أولي الألباب، وأن يكون غيرك من أولي الألباب. قال الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فكما أنه يجب عليك أن تنصح، يجب عليك أن تقبل النصيحة. فلا يعقل أن تنصح الناس وأنت لا تقبل النصيحة، فإن هذا أولا يدل على أنك لست من أهل النصيحة أصلا. ينصح الناس ويريد كل الناس أن يقولون له لبيك وسمعا وطاعة، بينما إذا نصح فهو يتكبر ويقول لا تنصحني، ويرى نفسه. ثم إذا نصحته ويخرج عليك أمراضه القلبية وأمراضه النفسية ويطبقها على نصيحتك وعلى كلامك. هناك من تنصحه تأخذه العزة بالإثم، هناك من تنصحه وتوجه له النصيحة وكأنك وضعت شيئا على رقبته وكأنك ستقتله. هناك من تنصحه نصيحة لله، يعني مجرد نصيحة تنصحه من تحب له الخير يا أخي، تريد له الخير، تريد له الهداية، تريد له التوفيق، الرشاد، السداد، تريد له الثبات. تراه من أهل الله، من أهل القرآن، من أهل من محبي النبي صلى الله عليه وسلم، فتريد له نصيحة لله، فلا تجد منه إلا استكبارا وعلوا، ويتكبر ويعاند ويصر، بل يطعن في نية نصيحتك، فيظلمك حينئذ ويقول لا أنت تنصحني لأنك تتهمني، أنت تنصحه لله، فيجعل نصيحتك اتهاما. وهناك أيضا من نفسيتهم هشة، هم يقولون أن نفسيتنا هشة فلا تنصحنا بقوة، بل هم قلوبهم مريضة ولا يريدون النصيحة. أنا لا أتحدث عن من فعلا نفسيته هشة ولا بد أن تنصحه بليل ويسر، خاصة إن كان يراك من أهل الصلاح ويحسن فيك النية، لأنه أحيانا قد هناك ناس إن شددت عليهم ينكسروا، وكلنا هؤلاء. لكن هناك من قلبه مريض فيتغطى بهذا الرداء، يتغطى بهذا العذر وبهذه الحجة. فإن أردت أن تنصحه أو أن تنصحها إلى خير، ماذا قال أو ماذا قالت؟ لا، أنت نصيحتك قوية وليس هكذا النصيحة، ويبدأ ينقض في نصيحتك ويجعل كل العيوب في نصيحتك. العيب في قلبك لا في نصيحة الناصح، العيب في قلبك أنت وفي قلبك أنت. الفساد في قلبك لا في الناصح، الفساد عندك أنت، لأنك لا تريد أن تقبل النصيحة، لا أن نفسيتك هشة، بل أنت لا تستطيع أن تقبل النصيحة، قلبك لا يستطيع أن يتحمل أن ينصح، ترى نفسك فاشل، لا تستطيع أن تبلغ تلك المنزلة، فلا تتحمل النصيحة حينئذ، وتجعل كل ناصح ينصحك بحق ويريد لك الخير ويريد أن يوجهك إلا وتجعل العيب في نصيحته. فإن نصح بغضب جعلت أسلوبه غضا، وإن نصح بهدوء جعلت كلامه في غير محله، ودائما ما تجد عذرا لكلامك. وإن نصح بطريقة غير الغضب وغير الهدوء ما بينهما جعلته متصنعا. فإذا ابتسمت، هؤلاء هم نفسهم الذي إذا رأوك مبتسما قالوا كيف مسلم مؤمن ويبتسم ويضحك ويلهو ويلعب.
وإذا وجدوك حزينا قالوا دائما أنت عابس، وإذا وجدوك غاضبا فجعلوك شديد القلب، وإذا رأوا عليك حسنة قالوا يرائي بها، وإذا رأوا عليك سيئة قالوا منافق. بيظهر للناس بوجه ويخفي وجها آخر ويتهموك. هؤلاء الذي لا تكشف لهم شيئا ولا تظهر لهم شيئا، هؤلاء هم الابتلاء في هذه الدنيا، بشر وهم شياطين الإنس، بل تجدونهم يصفون الناس بشياطين الإنس وهم منهم. هؤلاء لا تكشفون لهم شيئا، لا تكشف لهم شيئا ولا تظهر لهم شيئا ولا تقول لهم شيئا ولا تصاحبوهم ولا تتزوج منهم على الإطلاق، بل اهربوا وفروا من هؤلاء الأنجاس الظالمين. فهؤلاء لا يقبلون النصيحة ولا ينصحون، بل ينصحون على فكرة، لا ينصحون لله، إنما ينصحون لغرض هم بالغوه، لغرض دنيوي دني قليل. ينصحون ويرون أنفسهم العلماء والدكاترة، ويحللون الدين ويحللون المسائل النفسية ويحللون أمور الاقتصاد وأمور الدنيا والمعاملات المالية وكذا، ويقزمون العلماء ويقزمون أهل العلم ويقزمون الطلبة ويقزمون الناس. هذا سوي، هذا غير سوي، هذا ناضج، هذا غير ناضج، ويحكمون على الناس بالأعمار. أي نصح هؤلاء ينصحون به الناس؟ وكيف لعقول كهذه رخيصة الثمن أن تقبل النصيحة أو أن تنصح؟ وهم يقيسون الناس بالأعمار ويقيسون الناس بتجربتهم هم، ويريدون كل الناس جهل مثلهم. فأي نصيحة يقبلها هؤلاء؟ إن الذي نذكره لكم حقيقة، وعشنا مع أمثال هؤلاء واختلطنا بهم للأسف، ورأينا فيهم من النرجسية والكبر ما لم نراه في غيرهم. هؤلاء نصحناهم وجربنا معهم النصح، فهؤلاء قلوبهم ميتة، يجدون أعذارا ليعيبوا ويقزموا نصيحتك، والعيب في قلوبهم هم. يجدون أعذارا ليحقروا منك ولا يجدون أعذارا لك عند خطأك. فأي نصيحة هؤلاء يقبلون؟ قال الله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. القرآن مليء بالمواعظ والإرشادات والنصائح. كيف يتعاملون مع كلام الله؟ يتعاملون معه كنص يسرد سردا ويقرأ قراءة فقط. القرآن عندهم مجرد قراءة تقرأ خلاص، الحرف بحسنة وكل حسنة بعشر أمثالها، هذا نصيبهم من الحسنات. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هناك من قلبه ينتظر هذه النصيحة، هناك قلوب سبحان الله كأفئدة الطير، لكن هؤلاء قلوبهم ما شاء الله. وأني أرى أن أكتفي بالحديث عنهم في هذه الحصة، أما القادمة سنتحدث عن من يقبل النصيحة، وكيف يقبل المؤمن النصيحة، وكيف يكون العبد من أولي الألباب لعدم اتساع الوقت. أما الذين لا يقبلون النصيحة فلا إخلاص في قلوبهم، أولا لأنهم يرؤون الناس، يهمهم نظرة الناس، فإن نصحتهم بنصيحة تخالف هواهم أو تخالف هوى الناس وشهوة الناس وتفكير الناس وآرائهم فإنه لن يقبلها. ليه؟ لعدم إخلاصه النية لله، لأنه يبالي لأقوال الناس، يمشي بأقوال الناس، أكبر همه ما سيقول الناس عنه. فأنت تنصحه بالدين وبالإسلام، تنصحه نصيحة يا أخي، حتى ليس فقط في مسائل الدين، حتى تنصحه في مجال دراسته، تنصحه في مجال شغله عمله، تنصحه أي نصيحة أخرى، أي نصيحة سواء دنيوية آخروية تجارية، تنصحه حتى في اللباس، تنصحه حتى في الأكل، لابد أن له رأي آخر يختلف عن رأيك. فأي ضلال أبعد من هذا، وأي قلوب هذه مائلة على الحق.
فأنتم تنظرون وتتأملون مثل هذا وترون قسوة هذه القلوب ومرضها، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بحيث أن طبع الله على هذه القلوب المتشربة بالمعاصي. وإن كانوا في مواطن الإيمان، تجد منافقا في الجامع، حتى المنافقون كانوا يصلون العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فذهابك على الجامع وعودتك منه وأن نراك دائما في مجالس العلم لا يدل ذلك على الصلاح القلب، بل يدل على الفساد أحيانا. فتجده لا يقبل نصيحة شيخ ولا طالب ولا يقبل نصيحة الشيوخ، فما بالك الطلبة؟ كيف سيقزم منهم ويحقر منهم، وخاصة إن كان أصغر منه سنا أو عمرا. قال الله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لبئس المهاد ولبئس عاقبتك بعد أن تكبرت وأخذتك العزة بالإثم وعولت على علمك لا على رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر في صحيح مسلم بقوله: بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق هو رده ورفضه وعدم قبوله، أن لا يقبل الحق. لذلك تجد هذا الذي لا يقبل النصيحة مجرد مقلد. أكثر الناس وقوفا عن الحق، كما قال ابن القيم: أكثر الناس وقوفا عن الحق هم الذين استوحشوا من قلة السالكين وانخدعوا بكثرة الهالكين. إمعا وما أكثرهم في هذا الزمان، الإمعات الذين يتبعون هؤلاء وهؤلاء ويتبعون الناس ولا يبالون لغيرهم، لا لله ولا لرسوله ولا لعباده المؤمنين. فإما أن يكون مقلدا يتبع الناس، وإما أن يكون مستكبرا، وإما أن يكون صاحب هوى. قال الله تعالى في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أو كمش عن جهل، على علم. ولذلك صاحب الهوى للأسف ليس له نصيب من الخير ولو جناح بعوضة. فلا يتسع المقام لذكر الذين يقبلون النصيحة وكيف نقبل النصيحة، بل شروط النصيحة وكيف تكون، نتركه إن شاء الله تعالى إلى حصة مقبلة. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويفرقون، ومن أهل الفرقان والإيمان والإخلاص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.